بصوا الجمال ده، يعني بصوا فطاير تحفة حلوة جدا، مناسبة جدا جدا للمدارس. بس لو انا طبعا عملتها ما هي مناسبة جدا جدا لبطني. بجد طعمها خطير، حلوة جدا. ده ايه الفطاير القمر دي؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا قد ايه طريه وقد ايه هشه. عايزة اقول لكم من جمالها، يعني مش قادرة اسيبها، بجد حلوة جدا. بصوا الجمال، بصوا الجمدان، بجد تحفه. تعالوا نشوف بصي القمر بقى ده يا اتعمل ستي ازاي. خدي يلا بينا. معانا بيضتين. طبعا حابة تضاعفي الكمية ضعفي، بس الكمية اللي انا عملتها عملت لي الفطاير دي كلها. معايا حبتين من البيض، معايا معلقة سكر واحدة بس نحطها على البيض. عايزة اقولك مش تاخد منك اي مجهود. معايا معلقة واحدة من الخل، معايا ذرة ملح، معايا نص كوباية من اللبن تقدري تستبدليها بمية، معايا معلقتين 3 من الزبدة تقدري تستبدليهم بأي مادة دهنية انتي حباها. يعني مقاديرنا اللي موجود عندك اشتغلي بيه. هنقلب الكلام ده كله كويس لحد ما السكر بتاعنا يدوب تماما. ما عندكيش زبدة حطي زيت، حطي سمنة، اي مادة دهنية انتي حباها حطيها، ولو عندك زيت قصدي زبدة هيبقى كويس، مفيش عادي. هننزل بمعلقة خميرة كبيرة بما يعادل كيس من الخميره. انا مش بحب اقول بالجرامات لان يعني انا بشتغل اللي هو كده، يعني حبه من هنا على حبه من هنا، والوصفه باذن ربنا تبقى كويسه. يعني مش كلنا عندنا ميزان، ومش كلنا لينا طولة بال على الميزان. قلبت طبعا معلقه الخميره كويس جدا، طبعا خميره يكون موثوق منها، انا اشتغلت بيها على طول لان انا اوريدي عارفه الخميره بتاعتي. طب لو انت اول مره تستعمليها هتجيبي مثلا كوبايه كبيره تحطي عليها نص معلقه من السكر، وتقطعي ظرف الفانيليا وتقلبيهم وتسيبيهم دقيقتين كده. لو الخميره عملت فقاقيع معاكي يبقى كده اوكي تمام، اشتغلي بالخميره ناجحه معاكي. ما عملتش فقاقيع معاكي يبقى كده الخميره مش كويسه وهتبوظ لك الحاجه اللي انت بتشتغلي فيها. لكن انا عشان شغاله بالخميره دي اكتر من مره فعارفاها، فحطيتها على طول على العجينه. بعد ما قلبنا المواد السائله على كلها مع بعضها هننزل بكوبايتين من الدقيق. انا نزلت بيهم كوبايه كوبايه، زي ما بقول لكم انا مش حاطه بالجرامات، انا على قد الماده السائله اللي انا عاملاها نزلت فيها بالدقيق. المواد السائله اللي انا حطيتها اخدت معايا بالظبط كوبايتين دقيق ومعلقتين، يعني ما كملتش، يعني نص كوبايه، كوبايتين ومعلقتين دقيق. وببتدي اعجنها زي ما حضرتك شايفه كده. يعني عايزه اقول لك مش بتاخد وقت خالص، هو كل اخدان وقتها في التخمير بس مش اكتر. لكن هي سهله، يعني تقدري تجهزيها الصبح على الفطار، تقدري تعمليها من بالليل لاولادك ياخدوها معاهم المدارس. وتلعبي طبعا في الحشوات دي طبعا بتاعتك، تحشي اي حشوه انت حاسه ان هي هتبقى مناسبه معاكي او ولادك بيحبوها. طبعا الحشوه دي ترجع ليكي انت. طبعا هنعجن كويس. في المرحله دي بقى هنزل بحته زبده صغنونه، يعني بما يعادل معلقه من الزبده، وهقلبها كويس. ما عندكيش الزبده تقدري تحطي سمنه، تقدري تحطي معلقه زيت، اي ماده دهنيه. وهنقلبهم كويس جدا. هي ما تلاقيش العجينه تبان معاكي ملزقه، لكن اعجني فيها كويس قوي. اهم حاجه في المرحله دي تعجني كويس جدا جدا جدا. يعني بصي عذبيها على قد ما تقدري اهو. بصي مبقتش تلزق في ايدي خالص. لميت كل العجينه اللي في الطبق اللي انا بعجن فيه، هغطيها واسيبها تخمر مش اقل من ساعه، لمده ساعه. طبعا عشان انجز في الوقت هدخلها فرن البوتاجاز، البوتاجاز مطفي اوريدي، لكن انا عايزه مكان محكم. بعد طبعا الساعه اخدتها وهبطت منها الهواء بتاعها. شكلها بصوا عامله ازاي، عامله زي الملبن، تحفه طريه. العجينه بتاعتي ناعمه جدا عشان خدمناها كويس في العجن. المرحله اللي حطينا فيها معلقه الزبده لازم تعجني فيها كويس قوي، ما يقلش مثلا عن 10 دقائق ربع ساعه. بعد كده هاخدها اعملها كور، يعني متناسبه، مش كبيره ومش صغيره. حابه تكبري عني ماشي، حابه تصغري عني برضو ماشي. طبعا الحجم ده بيبقى في ايدك انت، تقدري تصغريها او تكبريها طبعا زي ما حضرتك تحبي. هاخدها اكورها كور بالمنظر ده كده. بعد طبعا ما هكورها كور هغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق. في كل مرحله بنريح العجينه بتاعتنا. عايزه اقول لكم كوبايتين الدقيق عملوا لي كميه حلوه جدا. بعد ما ريحتها 10 دقايق بعد كده جبت الحشوات. انا شخصيا هحشي جبنه براميلي وجبنه رومي، ده اللي متوفر عندي. انت عايزه تحشي بسطرمه، عايزه تحشي لحمه مفرومه، عايزه تحشي سجق، عايزه تحشي سوسيس، بصي الحشوه دي بتاعتك، احشي اي حاجه. عايزه تحشيها شاورما، احشي اي حاجه. وهحط كميه الجبنه المناسبه معايا وهقفلها زي القطايف. انا عملتها دايره
حطيت الحشوه وبعد كده اهوت مقفله عليها كانك بتعملي قطايف بالظبط. في القطايف بتاعت رمضان زيها كده. وبعد ما بخلص بقوم نازله بصباعي زي ما انتم شايفين كده على الحتت اللي كانت طرق، بسويها بقى بايدي، اظبط من هنا شويه ومن هنا شويه، نحنتف فيها يعني بحيث تدينا شكل حلو. حابه تغيري الشكل اللي انا عاملاه وتعملي اي شكل من دماغك يعجبك اعمليه، مفيش مشكله. الشكل والحشوه دول بتوعك انت. نعمل واحده كمان. بصوا العجينه لما بنسيبها ترتاح، بصي بتفردي كانك بتفردي ملبن اهو. بفرد من الاحرف بس كده اهوت، والنص مش باجي جنبه قوي عشان ما يبقاش الحمل كله على الحرف، يعني ما يبقاش فاهمين الم من الحرف من هنا والم من الحرف من هنا فتبقى هنا تخينه ومن النص هتبقى رقيقه. لا، في النص مش باجي جنبها وبفرد من الاحرف بس وبقفل عليها وببتدي احنتف فيها شويه من هنا ومن شويه. جبت صينيه، طبعا اي صينيه تكون بتدخل الفرن دهنتها اي ماده دهنيه عشان بس الفطار بتاعتي ما تلزقش، بس هي ما كانتش محتاجه الدهنه دي يعني، تقدروا تشيلوها خالص ما تدهنوهاش. طبعا انا بحب الزعتر جدا 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 مع الجبنه، جبت شويه زعتر قلبتهم مع الجبنه وبرده هحشي بيهم. تقدري تحشي زي ما بقول لك اي حشوه، تقدري تعمليهم فاضيين من غير حشوات يعني زي ما بتحبوا اعملوا، مش شرط الفطاير دي تتحشي، تقدري تعمليها فاضيه من غير اي حاجه زي قرص كده اهوت، وهتبقى جميله جدا. هو اصلا طعم العجينه حلو قوي. وهنقفل عليها بالمنظر ده. بصوا اهو، ونرصها في الصينيه بتاعتنا وهكذا لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا. يعني كوبايتين دي عملوا لي، عايزه اقول لكم يمكن مثلا بتاع 10 من الفطاير. وطبعا بعد ما بنخلص الكميه كلها بنغطيها كويس وبنسيبها نص ساعه ترتاح. يعني مش بناخدها نحطها في الفرن على طول، لا بنسيبها نص ساعه كمان ترتاح. ما هو ده الوقت اللي انا بقول لكم عليه، بتاخد بس وقت اثناء التخمير. هنسيبها نص ساعه. بعد النص ساعه بقى باجي انا هعمل، يعني قلت هحط على الوش جبنه موتزاريلا، بحيث يعني ايه، انا عندي في البيت بيحبوا الجبنه الموتزاريلا على المعجنات. فهجيب سكينه، طبعا بعد ما عدى النص ساعه جبت سكينه وابتدي اعمل فيها فتحات زي ما حضرتك شايفه كده اهوت، على قد ما اقدر يعني. ببتدي اوسعها سيكه. طبعا في الوقت ده الفرن بتاعي قايد على اعلى درجه حراره، يسخن قوي قوي قوي، رف فوق الاوسط عشان الارضيه بتاعه الفطاير بتاعتك ما تتحرقش. وبعد كده تدخليها، وبعد مثلا دقيقتين 3 بتبتدي تهدي الفرن السيكه بسيطه، مش بتاخد في الفرن وقت خالص، يعني ممكن نقول نص ساعه. بصي بفتح فيها فتحات كده اهوت. ببتدي بقى في الوقت ده تقدري تدهنيها بيض على الوش يعني عشان يحمر لون الفطاير. انا شخصيا بكره حاجه اسمها بيض في المعجنات، الدهن اللي هو على الوش. فجبت شويه لبن ودهنت بيهم الوش زي ما حضرتك شايفه كده، ودخلتها الفرن. وبعد ما اخدت لون بسيط كده جبت الجبنه الموتزاريلا بتاعتي وابتديت احط في بصوا الفتحات اللي انا كنت فاتحاها بالسكينه بقى، انا كنت فاتحاها بالسكينه عشان ادخل الجبنه الموتزاريلا جوه في الفتحات ديت، بحيث لما تيجي تاكلي تحسي ان انت بتاكلي بيتزا مش بتاكلي فطاير عاديه. حابين تستغنوا عن موضوع الجبنه الموتزاريلا استغنوا عنها وتاكلوها كده بالف هنا وشفا، يعني طعمها برضو حلو جدا. هدخلها الفرن برضو يا دوبك بس الجبنه الموتزاريلا تسيح معايا. بس معايا كوبايه فيها معلقه واحده بس من الزبده ومثلا معلقتين 3 من الميه، بقلبهم كويس قوي على بعض. بس انا ما حطيتش ميه بصراحه، يعني حطيت لبن، فتقدري تحطي ميه او لبن اللي انت حضرتك حابه تحطيه حطيه، مش بيفرق خالص. هو اصلا المفروض ميه، بس انا يعني قلت عشان تبقى مغذيه لولادي اكتر حطيت معلقتين لبن مع معلقه من الزبده. وبدهن الوش كويس قوي وبغطيها كويس قوي قوي قوي. بصوا انا كنت مغطيها ب1 2 3 حاجات عشان تطرى ما تبقاش ناشفه، وحرفيا كانك بتاكلي زبده ملبن، ملمسها بشع، طريه جدا، دايبه قوي، ريحتها خطيره، مسكره جدا، يعني انا مش عارفه بجد اقول ايه عليها. طعمها كان خيال وهم، يعني حلوه جدا جدا جدا. تنفع زي ما بقول لكم فطار الصبح حلو قوي مع كوبايه لبن لاولادك وهم رايحين المدرسه. ايوه كان بصوا موضوع العجينه لازم تجربوها. بصوا العجينه عامله ازاي. لازم تجربوا الفطاير دي، تحفه، حلوه جدا جدا جدا. تنفع وجبه عشاء فوق الممتازه. تنفع طبعا المدارس خلاص على الابواب تعمليها لولادك يتغدوا بيها، ياخدوها معاهم المدرسه كده،
يعني بجد تحفه، انا عجباني جدا. بصوا الطراوه من جوه، يعني بصوا طراوتها عامله ازاي، بصوا تحفه، شكلها ممتاز. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. اذا فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش بتعليق حلو منكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.